السلام عليكم، أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنقول لكم قصة شعار الدوري الإنجليزي اللي هو الأسد وحاطط عليه رجليه الكورة. القصة ترجع إلى الملكة كليوباترا لما كان ليها التمثال في قدام القصر في اسكندرية. كان التمثال ده هو الأسد. ولما بعد فترة التماثيل دي والحاجات دي غرقت وفي سنة 92 جه المعهد الأوروبي للآثار البحرية، اكتشف الآثار تحت المية، وكان من ضمن الآثار الأسد اللي هو حاطط على رجليه الكورة. في فجأة الآثار دي والصور دي انتشرت في أنحاء العالم وكل العالم، وكل الناس قالت إن أسد الغابة وملك الغابة هو اللي حاطط رجله على الكورة. وبالتالي هم فكروا إن الأسد اللي هو ملك الغابة هو متسيد العالم في الحيوانات، وهم كمان متسيدين العالم في الدوري الكروي والدوري الإنجليزي. فقالوا مدام الأسد هو الشعار اللي هو حاطط رجله على الكورة وموجود من ضمن المتاحف والآثار اللي هم ظهرت وانتشرت ولقت شكل وإعجاب الناس، فقالوا ناخد إن الأسد يبقى هو شعارنا للدوري الإنجليزي، مع إنه على إنه هو ملك الغابة، وكمان إن هم أسياد العالم في كرة القدم. من هنا جت فكرة إن الأسد يبقى شعار الدوري الإنجليزي. وطبعا لعبنا مو صلاح بيلعب في الدوري الإنجليزي، والأسد أصله من مصر. فاشتركوا في قناتنا المفضلة أصل الحكاية في كلمتين وبس.